الزواج آية من آيات الله يتكون المذكر والأنثى من الأحياء حتى بعض الجمادات، يعني في الذرة من زوجين لعلكم تذكرون. تذكرون ماذا؟ تذكرون قيمة هذه النعمة، تذكرون فضل الله سبحانه وتعالى عليكم، تذكرون أن الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أين موضوع الآية؟ يعني ما هي العظمة في ذلك؟ ما الذي يلفت الله سبحانه وتعالى أنظارنا له في هذه الآية؟ ضحك عروسه، ضحك عريس، ضحك عروسه. الله سبحانه وتعالى يلفت نظر الناس في هذه الآية إلى أنه جعل لكل نفس من ذاتها زوجا، فقال من أنفسكم. فإن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمت قوته قادر على كل شيء، قادر أن يخلق للإنسان زوجا من غير جنسه. قادر أم لا؟ قادر. وقادر أن يخلق أيضا للإنسان زوجا من غير جنسه. قادر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فمن ناحية القدرة قادر، لا يعوضه شيء ولا يعجزه شيء. من ناحية الحكمة ما أراد ذلك، من ناحية الحكمة أراد أن يخلق لكل فرد ونفس زوجا من جنسها. فتعالوا هنا نفترض افتراضات. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. لو شاء الله زوج الانسان من يا الجن ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فغضب عليه واختلف. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان السبيل الى الصراط وسكن القلوب هو ما شرعه